أهلا بيكم، يومكم جميل. النهاردة عايزين نتكلم عن فكرة الأنانية ونبصلها كده في عينيها ونتكلم معاها. أغلبنا بيخاف من فكرة إنه يتقال عليه أناني، وأول ما بيجي وقت ونقرر بوعي نختار نفسنا بنحس إننا خدنا الأمانة. بس تعالي أسألك سؤال مختلف، هو إيه عكس الأنانية؟ المجتمع ممكن يقولك تضحية، بس الحقيقة إن عكس الأنانية في الأمومة هو التوازن. الأنانية هي إنك تاخدي حق مش حقك. طب اللي بنعمله في حق نفسنا ده هو ايه بالظبط؟ تخيلي ان انتي جواكي بير هو اللي بتسقي منه ولادك وبيتك حنية وصبر وطولة بال. لو البير ده نشف وما بقاش فيه مية، هتسقي ولادك ايه ساعتها؟ هو ممكن ساعتها صحيح يفضل يطلع لهم مية برضو، بس يا ترى هيبقى المية دي طعمها ايه؟ ساعتها بقى هتدي حنية برضو ولا عصبية، وصبر برضو ولا انفجارات؟ هنا السؤال، فين الصح فعلا؟ أسيب البير ينشف وأدي ولادي بواقي طاقتي، ولا أقف دقيقة أملى البير ده عشان لما أدي مية صافية وحب حقيقي؟ إهمالك لنفسك هو اللي ممكن يخليكي غصب عنك قاسية عليهم فعلا. فهل ده اللي احنا عايزينه؟ أوقات بنحكم على غيرنا أو على نفسنا بالأنانية لأننا بنقيس قيمة الأم بمدى التعب اللي هي بتتعبه. لو مش تعبانة تبقى مش أم كويسة. الناقد اللي جوانا بيستخدم كلمة أنانية عشان يجلدنا ويخلينا دايما تحت سيطرته، فبنبقى خايفين نرتاح لا نتحاكم. الحقيقة ان الراحة مش سرقة من وقتهم، الراحة دي أمانة عشان يفضل البير بتاعك شغال. فلما ساعتها تختاري نفسك هتختاري صح. لما بتختاري نفسك انتي مش بتختاري نفسك ضد ولادك، انتي بتختاري صحة العلاقة اللي ما بينكم. عايزين نغير التعريف ده النهاردة. الأنانية هي استنزاف، انك تسيبي نفسك تنطفي لحد ما تطلعي غضبك وتعبك فيهم. والحب هو اننا نكون مليانين، اننا نملى روحنا علشان تفيض عليهم. لما بتاكلي حاجة بتحبيها او بتنامي ساعة زيادة، انتي هنا مش طماعة، انتي هنا مسؤولة عن الحالة النفسية اللي هتدخلي بيها عليهم بعد شوية. لما بتقبلي احتياجاتك انتي بتقدمي لولادك اعظم درس ممكن يتعلموا في حياتهم، ان الانسان ليه قيمة. ولو شافوكي طول الوقت ضحية ومهمشة هما كمان هيطلعوا كده. لكن لما بيشوفوكي انسانة بتحترم نفسها انتي ساعتها بتعلميهم ازاي يحترموا نفسهم. الحب الحقيقي هو اننا نكون مليانين من جوه بجد، انك تملي روحك علشان تفيض عليهم. النهاردة هنعمل تمرين بسيط جدا. عايزاكي النهاردة لما تحسي انك محتاجة راحة او نفسك في حاجة لنفسك، ما تقاوميش شعور الذنب، اقبليه. بس قولي كده، انا بسمح لنفسي ان انا اقبل اني انسانة. انا بسمح لنفسي اني اشوف ان احتياجاتي مهمة. انا بسمح لنفسي اني اقبل الراحة اللي انا استحقها. هقوله مرة كمان، انا بسمح لنفسي اني اقبل اني انسانة. انا بسمح لنفسي اني اشوف احتياجاتي مهمة. انا بسمح لنفسي اني اقبل الراحة. القبول ده هو اللي هيفكك وحش الانانية. لما تقبلي بشريتك هتبطلي تحكمي على نفسك وعلى غيرك، وهتعرفي ساعتها ان الراحة مش رفاهية، دي امانة عشان يفضل البير بتاعك دايما مليان. دلوقتي خليني اسألك سؤال، لو غمضتي عينيكي وشلنا كل المسؤوليات اللي عليكي، انتي مين؟ هل عندك هواية؟ هل عندك حاجة بتحبيها؟ هل في حاجة بتخلي عينيكي تلمع لما تعمليها؟ قبل ما تكوني ماما كان ايه اللي بيبسطك؟ شاركوني كده ملامح البنت النسخة القديمة اللي وحشتكم، وتعالوا بكرة كده نفكر ازاي ممكن نرجعها مع بعض. اقول لكم دلوقتي سلام.